انت لو قرأت الرسالة مش هتحتاج ان حد يوضح لك، بس طبعا لازم تتفرج على الفيديو برضه، انا مش فاتح القناة ليا. تمام؟ بقالي يومين بالظبط بيجي لي تعليقات كتير على القناة وتعليقات في جروب الفيسبوك بيقولوا لي الحق في مصيبة. انا اول لما سمعت فيه مصيبه قلت اكيد كيلو البانيه غلي، ما هو مفيش مصيبه اكتر من كده. لكن قعدت اسال يا جدعان في ايه، يا جدعان في ايه؟ قال لك جوجل ادسنس بعت رساله جديده وبيقول لك في تحديثات جديده. قلت لهم طيب فيها ايه؟ ما يبعت ادسنس التحديثات؟ قال لك لا، ده بيقولوا ان ادسنس هتشيل الدومينات الفرعيه من الحسابات ومش هيبقى في دومينات فرعيه تانية. الله. وفي ناس تانية بتقول لك ان جوجل ادسنس لما انت هتيجي تضيف الدومين الفرعي، الدومين الفرعي هيتراجع من اول وجديد زيه زي الدومين الاساسي، مش زي ما احنا متعودين. فاحنا مش فاهمين اي حاجه. عايز اقول لك اطمن، اهدى، الموضوع بسيط، مفيش اي حاجه. تعالى نفهم مع بعض دلوقتي الرساله وهقول لك وهخليك انت كمان تفهم بعد كده اي رساله جات لك من جوجل ادسنس. دي الرساله اللي جات من يومين على ايميلات الادسنس، اي حد عنده ايميل ادسنس جات له الرساله دي، والنهارده ظهرت جوه حسابات الادسنس. الرساله دي بتقول ايه؟ الرساله دي بتقول ايه؟ تغييرات على اداره المواقع الالكترونيه في ادسنس. افهم كل كلمه. ابتداء من 20/3/2023 يعني خلال شهر سنسهل بشكل اكبر استخدام علامه التبويب للمواقع الالكترونيه. هتعملي ايه يا ادسنس؟ هتسهل عليك استخدام علامه التبويب في ادسنس، وسنزيل ميزه النطاقات الفرعيه. مباشره بقى الناس قالت لك الحق في مصيبه وسنزيل ميزه النطاقات الفرعيه. كمل الرساله. ما هي علامه التبويب للمواقع الالكترونيه؟ يعني كده ادسنس بدا يقول لك ان الرساله دي بتتكلم عن ايه؟ عن علامه التبويب للمواقع الالكترونيه اللي هي دي يا شباب، وجايب لك صوره هنا. طيب انا نقلت على المقاله دي عشان الصور هنا بتبقى واضحه اكتر ما واضحه داخل حساب الادسنس. نفس الرساله دي هي اللي جات لك في الايميل، مفيش تغيير. ما هي التغييرات التي سيتم اجراءها؟ والتغييرات التي سيتم اجراءها هي تغييرات على علامه التبويب للمواقع الالكترونيه. الشكل والاسلوب اللي مقصود بيه يعني شكل علامه التبويب الخاصه بالمواقع الالكترونيه اللي انت كنت بتضيف فيها الموقع بتاعك. يتمثل التغيير الابرز في الشكل والاسلوب الجديدين. يعني ايه؟ يعني الجزء الاكبر من التغيير ده او من التحديثات دي في الشكل وفي الاسلوب العرض، يعني مش تحديثات قوية. ستعرض صفحة المواقع الإلكترونية الجديدة قائمة المواقع الإلكترونية في جدول يتضمن وظيفة البحث تماما كما تظهر المواقع الإلكترونية في أماكن أخرى في أدسنس. يعني إيه؟ نفتح الصورة دي ونفهم يعني إيه. زي ما حضراتكم شايفين كده أهو، علامة التبويب هتبقى بالشكل ده. تلاقي عندك هنا إمكانية البحث اللي هو قال لك عليها عشان لو عايز تبحث عن الموقع بتاعك، والمواقع هيتم عرضها بالشكل ده. الدومين بتاعك هنا، حالة الموقع متوافق عليه ولا لسه جاري التجهيز ولا اترفض، وهنا كمان حالة ملف الادز تكست. هيقول لك كل دومين الادز تكست بتاعه حالته ايه، العناصر التي يمكن اضافتها كموقع في ادسنس. هيبدا يقول لك المواقع والنطاقات اللي انت ممكن تحطها جوه ادسنس. من الان فصاعدا سيكون بالامكان اضافه العناصر التاليه فقط في قسم المواقع الإلكترونية: النطاقات مثل ويب سايت دوت كوم وويب سايت دوت نت. يعني ايه؟ يعني مثلا الدومين بتاعي ابو ملك دوت كوم مش هينفع تضيف سبورت دوت ابو ملك دوت كوم اللي هو النطاق الفرعي، مش هينفع تضيفه كموقع الكتروني، لكن هتضيف الدومين عادي زي ما انت بتضيفه ابو ملك دوت كوم، اكزامبل دوت كوم، ويب سايت دوت كوم، ويب سايت دوت نت، دوت اورج، دوت اي حاجه، مفيش اي مشكله. المهم يبقى الدومين الاصلي الاساسي ابو ملك دوت كوم. النطاقات الفرعيه التي يكون نطاقها مدرجا في قائمه اللحاقات العلنيه زي site.appspot.com. طيب الناس اللي بتقول انه هيتم ازاله النطاقات الفرعيه، هل ادسنس هيقول لك من الان فصاعدا سيكون بالامكان اضافه العناصر التاليه ومنهم النطاقات الفرعيه؟ يبقى تنسى وتشيل من دماغك قصه ان ادسنس هيشيل النطاقات الفرعيه. ازاي هيشيلها وازاي هيحطها؟ ملهاش لازمه. لو كان هيمنع ظهور النطاقات الفرعيه او اضافه النطاقات الفرعيه كان قالها بشكل مباشر، لكن هنا بيقول لك انت مسموح لك انك تضيف النطاقات الفرعيه، لكن التغيير في الشكل والاسلوب. كمان هتضيف عادي داخل الحساب المواقع الالكترونيه التي يديرها شركاء منصه ادسنس زي الدومين المجاني في بلوك سبوت site.blogspot.com. ده يعتبر دومين فرعي من blogspot.com بس احنا بنقول عليه دومين مجاني. نتكلم بقى على النطاقات الفرعيه. لن تبقى ميزه اضافه او اداره النطاقات الفرعيه التي تشكل جزءا من موقع الكتروني حالي متاحه في صفحه المواقع. لن تبقى متاحه في صفحه المواقع. ستتم ازاله اي نطاقات
نطاقات فرعية حالية في حسابك تنتمي الى موقع الكتروني ولن يؤثر ذلك في عرض الاعلانات او الارباح. ازاي مش هتأثر وازاي حضرتك هتشيلها؟ انا بقول الكلام ده للناس اللي بتقول ان النطاقات الفرعية هتتشال. يبقى ازاي هتتشال وازاي وازاي هتأثر او مش هتأثر؟ بكل بساطة هي الشكل او مكان لعرض النطاق الفرعي، لظهور النطاق الفرعي. نفتح كده الصورة دي كمان اهو، ادي النطاقات العادية اللي احنا بنقول عليها، النطاق المجاني ودوت كوم ومش عارف ايه واكزامبل دوت كوم. طيب لو بصيت جنب اكزامبل دوت كوم هتلاقي 2 سب دومين. هل لو ادسنس هيشيل النطاقات الفرعيه والدومينات الفرعيه هيظهر لك صوره يقول لك ده الشكل الجديد لعرض الدومينات ومنها 2 هنا سب دومين؟ معنى كده ان النطاقات الفرعيه هتكون موجوده، لكن هتتشال من المكان اللي هي موجوده فيه وبطريقه العرض اللي هي موجوده فيه، وهتظهر بشكل جديد داخل حساب الادسنس، وهتظهر بالشكل ده. بدل ما انت كنت بتخش على الدومين وبعد كده تلاقي جوه منه النطاقات الفرعيه، لا ده انت مباشره هتلاقي كلمه 2 سب دومينز او 1 سب دومينز او 4 سب دومين جنب الدومين الاساسي، وهتلاقي حاله الدومين هنا وبعد كده هتلاقي حاله ملف الادس تكست. يعني مفيش لا ازاله ولا غير ازاله ولا في حاجه اسمها ان انا هراجع النطاق الفرعي مره جديده او النطاق الفرعي هيخش المراجعه. ادسنس ما ذكرتش اي حاجه في التحديث ده، يعني لا في مصيبه ولا الحمد لله كيلو البانيه غلي ولا اي حاجه، الدنيا ماشيه زي ما هي ماشيه تمام. لمراجعه المواقع الالكترونيه التي تتضمن نطاقات فرعيه يرجى الانتقال الى صفحه المواقع الالكترونيه والبحث عن التعليق التوضيحي نطاقات فرعيه في الجدول على سبيل المثال example.com في لقطه الشاشه اللي هو ده. يعني بيقول لحضرتك احنا هنشيل النطاقات الفرعيه من المكان اللي هي فيه والطريقه اللي كان بيتم العرض بيها وهتظهر بالشكل الجديد، وبيقول لك عشان تلاقيها روح للمواقع الالكترونيه ومش عارف ايه وانتقل الى ايه الى ايه الى ايه، هتظهر زي ما بتظهر في الصوره اللي فوق اللي حضرتك شايفها، لا في نطاقات هتتشال ولا في نطاقات هتتراجع. طيب بعد كده عناصر التحكم في الحظر للنطاقات الفرعيه. ستتم ترقيه اي عناصر تحكم حاليه في الحظر لنطاق فرعي كما هو موضح اعلاه الى المستوى النطاق. يعني اللي انت مظبطه على النطاق الفرعي او على الدومين الفرعي هيترفع للنطاق الاساسي تمام. يعني ايه برضو؟ على سبيل المثال اذا كانت لديك عناصر تحكم في الحظر، لو انت حاظر مثلا اعلانات معينه مواقع معينه اللي هي الفئات الحساسه تم ضبطها للموقع الالكتروني example.com وسب دومين .example.com عملتها للدومين الاساسي وللدومين الفرعي، سيتم تطبيق اعدادات الموقعين كليهما على example.com. يعني الاعدادات اللي انت عاملها على الدومين الفرعي او انت عاملها على الدومين الاساسي هي اللي هتطبق على الدومين الفرعي. برضو موضوع سهل وبسيط انك تفهمه. طبعا الادس تكست احنا عرفنا ان كل القصه ان هو هيظهر بس بشكل جديد جنب الدومين اللي حضرتك هتضيفه، مفيش اي جديد في قصه الادس تكست اهو. لكن اوقات مراجعه المواقع الالكترونيه المشكله الاكبر مراجعه الموقع بتاعي، والموقع بتاعي بيترفض وانا مش عارف بيترفض ليه. انا النقطه دي اهم عندي من كل النقاط اللي تم ذكرها في الرساله او في التحديث. ستبدا في تلقي ملاحظات اسرع حول انواع معينه من المشاكل التي نجدها في موقعك الالكتروني او مواقعك الالكترونيه خلال عمليه المراجعه، وقد لا يتم تطبيق بعض هذه التحسينات بشكل فوري في حسابك. يعني ادسنس وهو بيراجع الموقع هيبعت لك رسائل يقول لك احنا لاحظنا عندك 1 و2 و3 صلح المشاكل دي عشان موقعك يتقبل، هيوضح لك اسباب الرفض بتاعك لو الموقع بتاعك لا قدر الله اترفض، وكمان هيقول لك على ملاحظات عشان الموقع يتقبل من خلالها. اننا نبحث دائما عن طرق لتحسين اداء ادسنس وسهوله استخدامه. ادي كل الرساله، لا في دومين هيتشال ولا دومين فرعي هيتراجع ولا دومين فرعي هيتحذف من ادسنس ولا اي حاجه. زي ما قالت ادسنس في الرساله، انت لو قرات الرساله مش هتحتاج ان حد يوضح لك، بس طبعا لازم تتفرج على الفيديو برضه، انا مش فاتح القناه ليا تمام. بيقول لك ايه؟ يتمثل التغيير الابرز في الشكل والاسلوب الجديدين، يعني ب 80% او زي ما انت شفتوا بنسبه 90% التغييرات عباره عن شكل واسلوب في عرض عناصر الموقع او الدومين بتاعك والدومين الفرعي وملف الادس تكست، لا اكتر ولا اقل. ادي كل القصه بسهوله، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. عندك اي سؤال سيبه في التعليقات، ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على الكل وتعمل شير للفيديو عشان زي ما انت استفدت غيرك يستفيد. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.